انتوا والله يا اداره نادي الهلال في يوم من الايام بتقتلوا لكم مشجع من الاخبار الحلوه والجميله اللي قاعدين تتحفون بها بصوره يوميه. مثلا نزلت فيديو عن مهاجم نادي الهلال الجديد، وفي نفس اللحظه الاداره اعلنت عن التعاقد مع لاعب الوسط النامي صاحب 26 سنه بيتريوس. والله نحن كمشجعين لنادي الهلال ما عارف عملنا شنو في الدنيا دي عشان نستحق اداره زي دي. بجد شكرا لكم، شكرا لكم من القلب. رجاء المره الجايه لما تعلنوا عن محترف جديد لازم المنشور يكون فيه معلومات كافيه عن اللاعب، ويا حبذا يا حبذا لو نزلت لنا فيديو للاعب مع ناديه السابق عشان المعلومه كامله تصل للمشجع البسيط، والناس ما تضطر تمشي تفتش يا ربي اللاعب ده كان بيلعب وين، والناس تحاول تشوف فيديوهات وممكن الناس ما تلقى اصلا. واهم من كده لازم يكون في فيديو تقديمي للاعب، يعني حاجه كده 10 ثواني 5 ثواني، ما صعبه بالمناسبه لانه كل الانديه بتعمل كده، ونحن ما في حاجه نقصانه بالمناسبه عشان نكون زي الناس واحسن من الناس كمان. فيديو قصير كرياتيف يظهر الجانب الاحترافي لنادي الهلال. والخبر المحزن سمعت تحت انه ايبولا انتقل للدوري التنزاني. شنو يا شباب؟ يعني انتم بتبنوا وبتهدوا في نفس اللحظه؟ من وين حنلقى طرف يمين زي الراجل ده؟ الراجل ده صراحه لعاب وكده كده بالمناسبه لسه الفريق ناقص، نحن محتاجين لمهاجم سوبر، ومدحا يكون بالشافع النيجيري مهاجم سوبر، ولسه نحن محتاجين لحارس مرمى، ومنتظرين المدرب العالمي اللي حينقل الهلال لحته ثانيه. يا ريت والله، وانا اتمنى من اداره نادي الهلال انه تحافظ على كل اللاعبين المميزين الموجودين في الفريق عشان نقدر نبني تيم ونقدر ننافس على ابطال افريقيا. وانتوا يا شباب هل موافقين الراي في الكلام اللي انا قلته ده ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. انا زاهر زكريا، وفي الختام احلى سلام.